تكرار. تمام كده؟ الحق ولا الحق الحق بقول لك مش هبقى معاكم هبتعدكم مش هبقى معاكم هبتعدكم تقرا ما في قلبك ومنزلتك عند اخر ايه تقرا. فكما قالوا ان درجه الجنان على عد ايه القران، درجات الجنه على قدر عدد القران ايه القران. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا، يقال له من قال اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. فده طبعا حال كده ان احنا نهتم بالقران، مفيش اكرم من كده، مفيش اكرم من انك تكون من اهل الله وتتصدق من اهل الله وتتصدق، مفيش شرف اكثر من كده. ولذلك انا قلت اشرف حاجه انك تخدم كتاب ربنا سبحانه تخدم القران الكريم. خير ما تفنى فيه الاعمار كتاب الله تبارك وتعالى، خير ما تفنى فيه الاعمار كتاب الله تبارك وتعالى. ايضا اذكر لكم مثال ان اهل الجنه ايضا متفاوتون في قربهم من الله تبارك وتعالى على قدر ايمانهم واعمالهم. اهل الجنه متفاوتون في قربهم من الله تبارك وتعالى. طب اسمع ده، ومتفاوتون في تكثير زيارتهم اياه. تعلم ان اهل الجنه الله تبارك وتعالى يخصص لهم يوما لزياره الملك سبحانه وتعالى، فاكثر الناس ايمانا واكثر الناس طاعه تمام كده تكون زيارتهم من الله تبارك وتعالى قريبا، تكون زيارتهم من الله تبارك وتعالى قريبا. ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد، يوم المزيد تعد لهم الركائز. ايه يا عم راح فين؟ راح ازور الملك سبحانه وتعالى، راح ازور الملك سبحانه وتعالى. ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه الا الله عز وجل. وقد قدمنا حديث الشفاعه وفيها ان اوصاف الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم يتفاوتون تفاوتا. ايضا ذكرنا الجنه، اهل النار كذلك متفاوتون. احنا فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر ان الشمس تسجد من الخلق يوم القيامه حتى تكون فوق الظهور، ويعرف الناس يوم القيامه عرفا جديدا. فمنهم من يكون العرق الى كعبيه، ومنهم من يكون الى ساقيه، ومنهم من يكون الى ركبتيه، ومنهم من يكون الى حقويه، ومنهم من تأخذه كله، ومنهم من في نص الحديث ومنهم من يلجمه العرق الجم على قدر يده، على قدر يده. فهم لو منزله وحده ما كانش بيجي ليه يعني. تمام كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى اعد الجزاء على قدر الايمان والعمل، على قدر الايمان